المود في الخريف ده بقى بيبقى عايز تغير خالص مود الصيف، فاحنا النهارده جينا مود حلو قوي وهو مود الاهرامات وابو الهول. واخترنا اكتر مكان داخل ان الفيو 3 اهرامات ومعانا ابو الهول. هقول لكم المكان ده اسمه ايه. طلبنا بقى مشروبات، انا طلبت سموزي بلو بيري ونستمتع بالمود الحلو ده والفيو الاحلى بصراحه. طلبت من عندهم ريش ضاني، ودي اغلى حاجه هنا، هقول لكم سعرها بس لما ناكلها. دي وجبه ريش ضاني، ودي باستا ريد صوص. انا كنت طالباها سباكيتي بس هو جابها لي بينا، بتبقى واخده وش فرن كده وبالصلصه وفيها فراخ. انا قلت له رشح لي ايه اكتر حاجه حلوه عندك وايه اللي بيتباع اكتر عندك. بصراحه اللي يهمني اكتر من الاكل المود، يعني تعالوا دايما مع بدايه الغروب كده وخدوا اللقطه دي، وخصوصا لو الصوت والضوء كمان شغال هتبقى بيرفكت. فتعالوا ندوق ونشوف الدنيا فيها ايه. مش بحس قوي ان الريش بتتاكل بصراحه بالشوكه والسكينه. هي طعمها حلو، يعني مش ما توقعتش ان هي تبقى كده هنا، لان اوريدي في الاهرامات طبعا كلنا عارفين في محلات مشويات خاصه بنفسها. بس انا قلت له ليه اطلب من عندك مشويات ما ممكن اكلها؟ قال لي بس اطلبي وجربي. فهي حلوه بس هي بردت مني شويه عشان التصوير وكده. هي ما بتتاكلش بشوكه وسكينه. حلوه قوي، انا بحبها قوي. الطلب ده كله ب 400 جنيه. من اول المكان ده بتلاقيه في اول بوابه الاهرامات، يعني في الاول خالص قبله بقى ابو شقره وقبل، فبتلاقيه جنب الركنه اللي انت بتركن فيها، فسهل الوصول ليه. يعني اسمه كيلوباترا بيسترو. كل الصف ده فيه الكافيهات دي، احنا اخترنا ده زي ما بقول لكم عشان فيه 3 اهرامات وابو الهول في وشك على طول. ندوق بقى المكرونه الباستا بتاعتهم، واخده وش كده. شكله حلو بس هي ايه يعني ما شدتش معايا قوي. انا اصلا كنت فاكراها تيجي من غير جبنه، يعني انا تفاجأت ان هي واخده وش. انا كنت عايزاها اللي هي من غير وش او كده. الصلصه بتاعتها فكرتني بالصلصه بتاعه الطواجن اللي بنطلبها، طواجن المكرونه اللي بنطلبها من محلات الكشري، بس دي بقى على السياحي شويه عشان كده حاطط من فوقيها وش موتزاريلا. بس على فكره محلات الكشري دلوقتي بتحط وش موتزاريلا، فهي شكلها قوي. بس طبعا سعرها غالي شويه، دي ب 180 جنيه، سعرها غالي. طبعا الاسعار هنا يعني ده هي سياحيه يا كاتب، بس مش هنا حاساها كويس. يعني الطبق ده فيه 4 ريشات صح، شويه رز ب 400 جنيه بالطحينه والعيش والسلطه. ودي غاليه شويه. اللي غالي هنا برضو شويه الضريبه بتاعتهم. كل المحلات هنا واحده الضريبه اللي هي خدمه الضريبه والخدمه بيبقى بيضاف 26%، وده اغلى طبعا من بره. دي هي الضريبه هي اللي سياحيه قوي. حلو قوي. الله، بصوا يا جماعه وريها لهم بصوا عامله ازاي. المود بجد تحفه قوي، وكمان الوقت ده من السنه الحقوا تعالوا دلوقتي. الوقت ده من السنه هو وقت الاهرامات فعلا. عايزه بقى اكلمكم عن رينج الاسعار. انا قلت لكم الاطباق اسعارها كام. اغلى حاجه انا طلبتها اللي هي الريش، بعد كده بتبدا من 100 جنيه ل 400 جنيه. الساندويتش بقى برجر او اي حاجه من دي ب 100 جنيه. المشروبات رنجها من 30 جنيه للشاي لحد بقى 110 جنيه. بس كده دي كانت خروجتنا النهارده من اهرامات الجيزه، 3 اهرامات وابو الهول. المكان هنا حلو بس كان نفسي نيجي في يوم فيه الصوت والضوء. الصوت والضوء مش كل يوم هنا، الصوت والضوء يوم 4 خميس جمعه سبت صح كده. فتعالوا واستمتعوا بالمود ده، هتتبسطوا جدا وهتغيروا مود. باي باي.